سلام الله عليكم متابعي قناة فراس صالوني، تحية طيبة لكم جميعا. اليوم عندنا مضربة قديمة وبغينا نديرو الإصلاح ديالها، وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم المراحل كاملة باش رجعتها جديدة. أول حاجة ما تنساوش تابوناو في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي عندهم نفس المشكل ومازال ما لقاوش الحل. بالنسبة للمضربة اللي عندنا في القياس ديالها متر 40 على متر 90. التوب اللي غادي نخدم به في العرض ديالو 2 متر 10، وغادي نقطع فيه متر 96، وغادي ندوز للطول ديال الثوب ونقطع فيه 3 متر ونص. هكذا غادي نحصل على قياس ديال الثوب اللي بغيت نخدم به فيه 3 متر ونص على متر 96. بالنسبه للجوانب كناخذ فيهم 28 سنتيم على متر 46 في كل جانب. دابا غندوز للمرحله ديال الخياطه. كناخذ الطول ديال الثوب هو اللي كنخيط عليه، والجانب كنخلي الطول ديالو على الطول ديال الماكينه، وكنبدا الخياطه ديال الجانب على العرض ديالو بنفس الطريقه. كنخيط الجهه الاولى والثانيه والثالثه، وبالنسبه للجهه الرابعه كنخيط فيها فقط 20 سنتيم، حيث هذه هي الجهه اللي غادي نعمر منها المضربه. كنرجع للجهه الاولى اللي بديت منها الخياطه وكنمشي معها حتى للجهه الثانيه ديالها، وكنخيط بنفس الطريقه الجانب الثاني، غير هاد المره كيكون عندي الثوب من الجهه اليمنيه ديال الماكينه بنفس الطريقه اللي كتشوفوا معايا. دابا كندوز للمضربه اللي عندي وكنحيد ليها الجوا ديالها. بالنسبه لهاد المضربه ما فيهاش الرسول، هي عباره عن بونجه كبيره، والناس اللي عندهم مضربه ديال الرسول راني فايت حطيت فيديو في القناه فيه الطريقه ديال الاصلاح. دابا غادي ندوز للمرحله ديال العماره. كنفرش الجوا اللي خيط وكنبدا نحط في القطن شويه بشويه حتى كنحصل على طبقه من القطن في العلو ديالها تقريبا 5 حتى ل 10 سنتيم. اهم حاجه في هذه المرحله هي القطن يتنشف مزيان ويكون غادي بنفس المستوى. كناخذ البونجه اللي عندي وكنحطها فوق القطن، وكنحط فوق منها طبقه ديال القطن، وكنبدا بالقنات اللي عندي كنعمرهم هما الاولين، كنعمرهم مزيان، وكندوز ندير طبقه ديال القطن في الجهه الفوقانيه، وكنعمر حتى الجوانب ديال المضربه. في هاد المضربه تقريبا خصني 20 كيلو حتى 24 كيلو ديال القطن، كتكون كافيه باش نعمر مضربه فيها متر 40 على متر 90. في هاد المرحله كنثبت الجوانب ديال المضربه باستعمال المسمار، وكندوز للجوا كامل كنثبتو باستعمال المسمار باش يسهل عليا عمليه الخياطه ديالو. هكذا غنكون وصلت للمرحله ديال الخياطه باليد. كنخيط المضربه بنفس الطريقه. في هذه المرحله كندوز باش ندير الحاشيه ديال المضربه باستعمال مخيط اللي في الطول ديالو 20 سنتيم بنفس الطريقه.
نفس الطريقة كنديرها بالنسبة للجهة الثانية، حتى هي كندوز ليها الحاشية ديالها من الجوانب كاملين. اهم مرحلة هي هذه، مرحلة التوراد. كنحتاج فيها القطع ديال الثوب وكذلك المخيط اللي في الطول ديالو حوالي 60 سنتيم. كنركب فيه الخيط وما كنقطعوش، كنحاول نخلي الخيط حتى الاخير كيف ما هو. اول وردة كنعبر ليها تقريبا 20 سنتيم من الجوانب بجوج، وكندوز المخيط للجهة الثانية، وفي الجهة الثانية كندير قطعة من الثوب هي الاولى، عاد كنرجع المخيط للجهة ديالو. هاد القطعة ديال الثوب الدور ديالها مهم، هي اللي كتمنع ليا الخيط يقطع الثوب فاش كنبدا نزير فيه. كنبقى خدام بنفس الطريقة حتى كنكمل المضربة اللي عندي بالورادي. المهم كنقسم الطول والعرض ديال المضربة وكنكمل العملية ديال التوراد باش مع المدة ما يتجمعش ليا القطن في جهة وحدة. دابا غنكون وصلت للمرحلة باش نزير الورادي اللي عندي. كناخد قطعة ديال الثوب وكنديرها وسط الخيط اللي كنعقد عليها وكنبدا نزير بنفس الطريقة. كنبقى غادي خدام مع المضربة كاملة اللي عندي حتى كنكملها. الا وصلتي لهاد المرحلة ما تنساش تخلي معك اعجاب الفيديو باش نقدر نعرف شحال من واحد مهتم بهذا المحتوى.
وهكذا غنكون حصلنا على هذه النتيجة هذه. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.